قبل ما نبدأ خلينا نكونوا صادقين مع رواحنا. أنا بن سعد مهدي، وهذه دردشة صادقة، كلام بلا تصنع وبلا أقنعة. وش راك حابب دير في حياتك؟ وين راك تشوف في روحك بعد 5 سنين؟ أسئلة تبان بسيطة بصح عند بزاف منا تفتح باب كبير تاع ضباب وقلق، وتحس روحك قدام ورقة بيضاء، والناس كامل اللي دايرين بيك تحس باللي عندهم خريطة واضحة لحياتها وانت مازال ما درت والو. إذا حسيت روحك تايه بلا بوصلة وما عرفتش مين تبدأ تخطط، هذه الدردشة ذيك. المشكل ماشي ما عندكش أهداف، المشكل أنك تحوس تشوف الوجهة تاعك النهائية من خلال الطريق معمرة ضباب كثيف. تخيل معايا راك تسوق في سيارة في الليل وطريق معمرة ضباب بزاف، تراك تعرف وجهتك والمدينة اللي راك رايح ليها، بصح بسبة الضباب ما تقدرش تشوف، وما تقدر تشوف غير ال10 متر اللي قدامك اللي راهم مضويين بالاضواء تاع السيارة نتاعك. الشخص اللي يشلو التخطيط يبقى واقف في بلاصتو يقول ما نقدرش نشوف المدينة، اذا مانيش رايح نقدر نتحرك. بصح السائق الحكيم يدير حاجة مختلفة، يقول لك ما يهمنيش اذا مانيش نشوف في المدينة، المهم راني نشوف في ال10 متر الاولى اللي راح في الطريق تبان بالضوء. نتحرك هذيك ال10 متر، ومن بعد كي نفوت هذيك ال10 متر راح يزيدوا يبانوا لي 10 متر واحد اخرين. احنا نخافوا من التخطيط لانه نديروا في حسابنا باللي لازم تكون عندنا خريطة واضحة وكاملة لل100 كيلومتر الجاية، وهذا الامر شبه مستحيل. التخطيط الحقيقي انك تعرف وجهتك العامة وتركز على طاقتك لل10 الامتار للقدام. في ميزكم علاه نبقاو حاصلين في الضباب؟ 1. اسطورة الخريطة المثالية. نظن ان التخطيط انك ترسم خط مستقيم، النقطة ألف اللي راك فيها اليوم إلى النقطة باء اللي تمثل النجاح اللي بعد 5 سنوات، ونبقاو نحوسوا على هذا الطريق المثالي. بصح حياة الإنسان ماشي طريق تاع طوموبيل، هي طريق جبلي فيه منعرجات وفيه طرق مغلقة وفيه ضباب، والبحث عن الخريطة المثالية هو أكبر سبب ما يخليناش نبداو أصلا. 2. الخوف من الطريق الغلط. كاين صوت في راسنا يقول ماذا لو اخترت هذا الهدف، وبعد مدة من الوقت نكتشف باللي هذا الهدف ماهوش ليا ونكون ضيعت وقتي. هو البقاء في نفس المكان، لكن الحقيقة عدم اتخاذ القرار هو بحد ذاته قرار البقاء في نفس المكان. عندنا خيارات بزاف، نقدر نكمل هذه الخدمة أو نكمل قرايتي أو نتعلم مهارة جديدة ولا نسافر. كثرة الخيارات تخلي المخ تاعك يجمد، ونبقاو نحلو في كل خيار الإيجابيات نتاعو والسلبيات نتاعو لدرجة أنه نغرقوا في التحليل وما نقدروا نديروا. كما واحد يبقى واقف قدام طاولة فيها 100 نوع من الأكل ويقعد يخير ناكل هذه ولا هذه، ومع الأخر ما ياكل والو لانه ما عرفش واش يخير. اوكي مهدي، رانا حاصلين في الضباب وخايفين نمشوا في طريق ما توصلناش والطريق ماهيش تبان لنا، وعندنا خيارات بزاف. كيفاش نشعلوا الضوء باه نقدروا نمشوا هذوك ال10 امتار الاولى؟ الحل هو انك تنسى هذيك الخريطه الكبيره وتبدا تصنع في البوصله نتاعك. الخطوه الاولى طريقه 2 قوائم. هذه ابسط طريقه باه تعرف اتجاهك العام. احكم ورقه وقسمها على 2. القائمه الاولى اكتب الحاجات اللي تخليك تحس روحك حي، اكتب فيها الافعال ماشي المناصب. مثلا ماشي نكون مدير بصح نحل المشاكل، نساعد الناس، نبني حاجه بيديه، نتعلم حاجه جديده. اكتب من 5 ل 10 افعال تمد لك طاقه وفرحه. القائمه الثانيه اكتب فيها صوالح الصغار اللي يربطوك بالقائمه الاولى وتديرها خلال اسبوع. مثلا اذا كتبت في القائمه الاولى نساعد الناس، في القائمه الثانيه نكتب نتصل بصديق قديم ونعرفه من قبل نسقسي عليه. واذا كتبت في القائمه الاولى نتعلم حاجه جديده، اكتب نتفرج موضوع في اليوتيوب ولا تبحث عليه انه في موضوع يهمك. هذه الطريقه تنحي لك ضغط هدف الحياه وترجع لك خطوه هذا الاسبوع. الخطوه الثانيه المقابله مع انا بعد عام. 5 سنين تبان لنا بعيده بزاف، خلينا نديروا مقابله مع روحنا بعد عام. راح تكون نسخه منك اكثر راحه واكثر سعاده. اسال روحك واكتب الإجابات. وشنو هي العادة السيئة اللي حبستها؟ مثلا السهر. وشنو هي العادة الإيجابية اللي كسبتها؟ مثلا نمشي 20 دقيقة يوميا. وشنو هي المهارة الصغيرة اللي تعلمتها؟ مثلا تعلم اللغة الإنجليزية. إجاباتك على هذه الأسئلة هي أهدافك للسنة القادمة، ما هيش أهداف ضخمة، هي تغيرات صغيرة وواقعية. الهدف أنه نمشي 20 دقيقة كل يوم. أسهل
بكثير من التخطيط للهدف الضبابي اللي هو نكون بصحة جيدة. الخطوة الثالثة، خطط لأسبوع، ماشي تخطط لسنة. أفضل وأقوى أداة للتخطيط هي الأجندة الأسبوعية. في بداية كل أسبوع، مثلا يوم السبت مساء، شوف الأهداف الصغيرة اللي خرجتها من التمرين السابق، وخصص لكل هدف موعد في الأجندة تاعك اللي راك ديرها كل أسبوع. ماشي هذا الأسبوع اللي راح نمشي، بالعكس دير برنامج الحد، الثلاثة، الخميس، قال على 5 تاع العشية وروح نتمشى 20 دقيقة. كي تعامل أهدافك كما تعامل مواعيد الطبيب، النسبة أنك راك رايح تديرهم تزيد وتوصل حتى 90%. التخطيط ببساطة أنك تمد لأهدافك المكان والزمان حقيقيين في حياتك. التخطيط للمستقبل ماشي تعرف كل منعرج في الطريق، هو أنك تعرف الاتجاه العام اللي راك حاب تروح ليه، وتكون عندك الشجاعة باه تمشي هذيك 10 أمتار اللي راك تشوف فيهم اليوم. المستقبل ما يتبناش بقرارات كبيرة تاع مرة في العام، يتبنى بقرارات صغيرة تاع كل يوم. خطواتك الصغيرة تاع اليوم هي اللي ترسم لك الطريق تاع غدوة، وما تبقاش حاصر في الضباب. اشعل الضوء نتاعك وشوف الخطوة اللي قدامك واتكل على ربي ومشي. إذا وصلتك الفكرة ماكش وحدك، اشترك في القناة وخلي بيناتنا دردشة صادقة، وما تنساش تقولي في التعليقات رأيك بصراحة.